السلام عليكم. أتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة، ونلقاكم دائما إن شاء الله في سعادة وفي داكشي اللي كتمناو. غادي نقدم لكم اليوم واحد الوصفة اللي هي عبارة عن حلوى سريعة التحضير، وكما كتشوفوا معايا راها راقية في المنظر ديالها. والجميل في هاد الحلوى أنها كتوجد بسرعة، والمقادير ديالها اللي هي مقادير قليلة بزاف، وكذلك راها شهية ولذيذة جدا في المذاق ديالها، وما كتاخدش منكم الوقت بزاف نهائيا. كما كتشوفوا معايا هنايا هادو معينات الشوكولاتة بالحشوة ديال الفول السوداني اللي هو الكاوكاو. غادي نقطع معكم وحيدة باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. هنايا انا نقطعها معكم وغتشوفوا من الداخل. هذا هو الشكل ديالها، راه كتجي رائعه لا في المذاق كذلك ولا في الشكل ديالها، شي حاجه اللي زوينه وتستحق انكم تجربوها. يلا هو معايا تشوفوا المقادير ديال هذه الحلوى الراقيه والبسيطه كذلك في نفس الوقت. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجو اول حاجه كما كتشوفوا معايا، غادي نحتاجو هاد المول ديال السيليكون اي شكل كتفضلوه ممكن تستعملوه. عندي هنايا الشوكولاته الذائبه، وغادي نحتاج كذلك للعسل باش غادي نجمع الخليط، وقليل من الملح. الملح المسا ضروريه في هاد الحلوى. وغادي نحتاجو للفول السوداني يعني كاوكاو اللي كان محمص من قبل وحيدت له القشور وهرمشته كما كتشوفوا معايا. هادو هما المقادير كما قلت لكم البسيطه ديال هاد الحلوى، لانها ما كتاخذش بزاف د الوقت وكذلك غير مكلفه. بالنسبه للمولد السيليكون انا خديت هذا الشكل ديال المعينات، نتوما ممكن تاخذوا اي شكل متوفر عندكم او لا اي شكل كتحبوا انكم تستعملوه. غادي ناخد الشوكولا من بعد ما كيذوب مزيان، وغادي ناخد واحد الفرشاة وغادي ندهن بها هاد المعينات بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. غادي ندهن الاطراف يعني الجوانب وكذلك في الوسط. بالنسبه ليها البنات انا كانت عندي الفرشه كبيره شي شويه فمحنتني في الخدمه. انتم الا كانت عندكم فرشه رطبه وصغيره صغيره الحجم كتحكموا فيها اكثر. انا هذه اللي كانت متوفره عندي وخا محنتني شي شويه، ولكن مزيان النتيجه راكم شفتوها معايا كيفاش جات الحلوه في التالي. غادي نستمر بحال هكذايا، غادي ندهن هاد المعينات كاملين بالشوكولا، غادي ندهنهم من الجوانب ومن الوسط كذلك. وغادي ندخل هاد المول للثلاجه باش الشوكولا يبرد ويقساح. وغادي ندوزو بالمرحله الثانيه او لتتمه باقي المقادير. في هذا الاثناء راه الشوكولا ديالنا كيذوب عفوا كتجمد في الثلاجة ولا كتبرد. غادي ناخد الفول السوداني يعني كاوكاو، وغادي نضيف عليه القليل من الملح، وغادي نضيف عليه كمية من العسل بالتدريج. غادي نضيف القدر او الكمية الكافية اللي غادي تجمع ليه هذا الخليط هكايا. هنايا غادي نستعمل يدي حيت صعيب باش انا نتحكم فيه غير بالملعقة فقط. انا كنجمع وانا كذلك كنشوف الا كان باقي محتاج للعسل فكنضيف كميه واحده اخرى كان كافي فصافي هو هذاك. بالنسبه لي انا هنايا راه الكميه جات هي هذيك كافيه. كتحصلوا على واحد الخليط القوام ديالو كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. غادي نحطو جانبا وغادي نرجع للثلاجه نخرج المول ديالي. كما كتشوفوا معايا الشوكولا راها قساحت، ولكن مازال ما ساليناش لاننا غادي نعاودوا نفس العمليه مره اخرى. غادي نزيدوا طبقه ثانيه من الشوكولا باش نحصلوا على واحد الجدار لهاد الحلوى او لواحد طبقه خارجيه اللي هي سميكه وما كتكسرش. غادي نعاود نفس العملية مرة أخرى، غادي نغطي الجوانب ووسط القوالب كذلك بالشوكولا، ونعاود ندخلها في الثلاجة حتى كتقساح وكنخرجها. من بعد ما كتقساح وكنخرجها كناخد القليل من الخليط ديال الكاوكاو وكنحطو لداخل ديال الحلوى بهذا الشكل. كنعمر به القوالب جيدا، الجوانب ضروري أنكم تعمروهم. عملية راها سهلة وبسيطة البنات، واخا تشوفوها كتقولوا راه صعيبة ولا ما تنجح لكمش، لا
كونوا متأكدين أنكم من أول تجربة غادي ينجح لكم العمل اللي كتقوموا به، يعني هاد النتيجة اللي شفتو خرجت لي أنا هي اللي غتخرج لكم حتى نتوما. ما عليكم فقط إلا أنكم تبعوا عفوا الطريقة اللي أنا كنوريكم باش تحصلوا على نتيجة جيدة. هنا أنا غنستمر بحال هكدايا حتى كنعمر هاد المعينات كلها اللي عندي بخليط ديال الكاوكاو، يعني الفول السوداني لغير المغاربة اللي ما كيعرفوش شنو هو كاوكاو. فكاوكاو عندنا في المغرب حنا هو الفول السوداني. ممكن البنات اللي ما كيفضلوش مذاق الفول السوداني ممكن انكم تغيروه باللوز او لا اي نوع اخر من المكسرات، الاختيار كيعود لكم. انا غنستمر بحال هكذا حتى كنعمر هاد المعينات اللي عندي كاملين. غادي نوريكم غير واحد 3 كيفاش في التالي كنكملوا الحلوه ديالنا. غادي ناخذ واحد الكميه قليله من الشوكولا وغادي ندير بها طبقه من فوق الخليط، يعني كنغطي بها كما كتشوفوا هكايا طبقه رقيقه نوعا ما نغطي بها الخليط ديال الكاوكاو. غنستمر بحال هكذا. غادي ندخل الحلوه ديالي للثلاجه حتى كتبرد على خطره وكتقصح. من الافضل البنات ما ديروهاش في الفريغو، ديروها غير من التحت وعطيوها الوقت ديالها الشكلاط راه دغيا كيجمد. علاش قلت لكم ما ديروهاش في الفريغو؟ حيت ملي كتخرجوها بصح كتكون زوينه ولكن غير كتبدا تاخذ درجه حراره المطبخ بحال الا كيبدا يعرق لكم داك الشكلاط، فبالتالي ما كيجيش المنظر ديالو زوين. فمن الافضل خليوها غير على برا اولا في الثلاجه من الاسفل، ما ديروهاش في المجمد. هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجة كما كتشوفوا معايا كنقصها قصاحت صافي. غادي نخرجها من السيليكون بكل بساطة، ما كتلصق ما كتهرس حتى حاجة، يعني ما كتكسرش لكم الحبة. كما كتشوفوا كنخرجها بكل بساطة وبكل اريحية كتطلع لكم من مول السيليكون. هنا خديت انا الكويطات هادو الشكل ديالهم طولي في اللون الابيض، نتوما تقدروا تاخذوا اي لون كيعجبكم ولا متوفر عندكم كذلك. غادي نحط فيهم الحبه ديال الحلوه ديالي، وراه مازال ما ساليناش. غادي ندوزو للشكل النهائي ديالها، يعني التزيين النهائي باش تشوفوها كيفاش غادي تجي اولا كيفاش غادي نزينوها. انا غنحل معكم واحده اخرى كما تشوفوا معايا كتطلع بكل سهوله. هذا هو الشكل ديالها. كما قلت لكم حلوه بسيطه وما فيهاش مقادير بزاف، غير مكلفه وما كتاخذش كذلك لا مجهود ولا وقت كثير. تقدروا توجدوها يعني غير في نص ساعه هكا كتقدروا توجدوها، ما كتاخذش وقت كثير نهائيا. هنا البنات كناخذ دوك الكويطات غادي نقطر فيهم قطره من الشوكولا وغادي نحط عليها الحبه ديالي باش انها تفيكسا اولا انها تلصق في الكويطات. كما كتشوفوا ملي غادي تجمد راه غادي تلصق في الكاغيط بهذه الطريقه هذه. وكذلك غادي نزينها. انا اختاريت البنات للتزيين حبيبات من الشوكولا في اللون البنفسجي. نتوما تقدروا تاخذوا اي شكل من الاشكال، راهم متوفرين كيتباعوا عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، عندهم اشكال والوان وانواع كثيره. وهاد الطويصه اللي غادي نوريكم دابا راها دايره فقط كنظن 4 دراهم و50 اللي دايره، راه ما غالياش وفيها واحد الكميه كبيره. انا غادي ناخذ الحبه ديال الشوكولا اولا ديال الحلوه ديالي وغادي ندهن ليها الطرف ديالها بالاصبع ديالي بقليل من الشوكولا، وغنزرب قبل ما يجمد داك الشوكولا. غادي ندردر فوق منها هاد الحبيبات اللي اختاريتهم كما قلت لكم في اللون البنفسجي. هذا هو التزيين ديال الحلوى اللي اختاريت انايا، سهل وبسيط جدا وفي نفس الوقت راقي وكيعطي المنظر رائع. نتوما ممكن تزينوا باي طريقه كتخطر على البال ديالكم اولا كتفضلوها.
غنستمر بحال هكذا حتى كنسالي تزيين الحلوى ديالي كلها، وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي في النهاية إن شاء الله. هنا من بعد ما ساليت حطيتها مع الشكيلات الاخرى اللي كنت وجدت هنا كما كتشوفوا معايا. الا عجبكم شي شكل ممكن تقولوها لي وانا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كيتصاوب، راه كلهم اقتصاديين وبساط. الا وصلتي حتى لتالي الفيديو وعجبك نتمنى انك تشاركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك دائما الجديد. وشكرا لكم بزاف بزاف على التعليق ديالكم وعلى المشاركه والدعم الدائم ديالكم ليا. وكما قلت لكم هادو الشكيلات اللي صاوبت، الا عجبكم اي شكل منهم ممكن انكم تخبروني.